النقيب محمد إدريس أبو عمر هو من يعني من كبار قيادات الجيش السوري الحر. هذا البطل الذي حدثتكم عنه سابقا بالأسبوع الماضي بقصة مؤثرة حقيقة، الآن هو معنا بالصوت والصورة، وسوف نقوم من بعد إذنكم بسؤاله بعض الأسئلة يعني أسئلة خاصة لبرنامج مع سوريا حتى النصر. السلام عليكم. معنا النقيب محمد إدريس أبو عمر، هو قائد كتيبة الفاروق في حي بعمر ومن كبار قيادة الجيش السوري الحر. سيادة النقيب، معنا الشيخ عدنان العرعور ومعنا الأخ حازم، ما هو عملكم وما هو دوركم الآن على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن كجيش حر عملنا الآن على الأرض في جاهزية تامة للجيش حر في صد أي هجوم لكتائب الأسد في حال خرقت الهدنة تفاقم إطلاق النار الذي طرحه كوفي عنان. ونحن كجيش حرب موجودون على الأرض في أتم جاهزية للدفاع عن شعبنا والذي يذبح على يد هذا النظام. إذن سيادة النقيب، أنتم مستعدون تماما ضمن أحياء حمص التي لم يتم اقتحامها، مستعدون تماما في حال تم خرق هذه الهدنة؟ إن شاء الله الجيش حر دائما في أتم الجاهزية لصد أي هجوم والدفاع عن شعبنا البطل العظيم الذي واجه القتل الهمجي يقوده هذا النظام المجرم. طيب سيادة النقيب، أنتم كجيش سوري حر هل تستطيعون مواجهة كتائب الأسد؟ ونحن نعلم أن كتائب الأسد لا تواجهون فقط كتائب الأسد، بل تواجهون عسكريا من خلفها إيران وروسيا، فهل لديكم عتاد يكفي إلى هذا الأمر؟ نحن أولا بفضل الله لا نواجه هذا الجيش بالعدة والعتاد، نواجهه بإيمان المجاهدين الراسخ وأننا طلاب شهادة باليقين من النصر من عند الله، وبالعتاد الذي هو بأيدينا استطعنا مواجهة هذا الجيش المجرم طيلة سنة وشهرين. وبفضل الله يستطيع الجيش حر صد أي هجوم لكتائب الأسد بالإمكانيات المتاحة وبالسلاح المتوسط الذي نملكه، واستطعنا خوض معارك عنيفة منها معركة باب عمر الأخيرة اللي استمرنا فيها بفضل الله 27 يوما ضد آلة القتل الهمجي لنظام الأسد، واستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة المدمرة ومنها راجمات الصواريخ وحتى خط الطيران. وبفضل الله استطعنا تدمير عدد كبير من الدبابات بالسلاح الذي نملكه وبإيمان المجاهدين وثوار الجيش حر الأبطال. سمعنا أنكم كبدتم كلاب الأسد خسائر فادحة من حيث عدد جنود الأسد الذين قتلوا وعدد الدبابات والمدرعات الذين يعني تم تدميرهم، هل يعني تشرح لنا قليلا عن هذا الأمر؟ بفضل الله حاول النظام الأسدي وكتابه المجرمي الدخول إلى منطقة الأبصير قبل 3 أيام من وصول بعثة المراقبين الدولية حتى يكسب الوقت ويصل تحقيق نصر أو تقدم استراتيجي على الأرض لاحتلال منطقة السير بالكامل. لكن بفضل الله استطاعت كتائب الجيش الحر المتواجدة في منطقة السير صد هجوم كتائب الأسد وتكبيد وأفلاح خسائر، تدمير دبابات تي 72 المتطورة عدد 3 دبابات و3 دبابات تي 62 وعربات مجندرة دبابتين ومقتل أكثر من 175 عنصر من كتائب الأسد بفضل الله وبعونه. طيب سمعنا سيادة النقيب أنكم أصبتم أكثر من مرة ولعلكم الآن في إصابة، ولكن كنتم لا تنتظرون حتى تشفون من جراحكم وتنزلون إلى أرض القتال. هنا اسمح لي أن أسألك، ما هي رسالتك إلى الضباط والجنود الذين ما زالوا يخدمون في جيش النظام؟ نوجه رسالة إلى الضباط الذين هم على رأس عملهم في هذا النظام، الذين يقتلونهم أهلهم والذين يذبحونهم أبنائهم وأخوتهم والأعراض تركت هي أعراضهم، فماذا ينتظرون بعد الآن بعد هذه الجرائم والمجازر ارتكاب هذا النظام بحق شعبنا؟ نوجه لهم رسالة أخيرة بانشقاق الجماعي من هذا الجيش المجرم، ولن يرحمهم التاريخ ولن يرحمهم الشعب ولن نسامحهم بعد الآن. وهذه آخر فرصة ونوجه نداء لهم، نداء انشقاق جماعي حتى يبرئ ذمتهم أمام الله وأمام الشعب الذي صمد وجه هذا النظام المجرم حتى النصر بإذن الله. سيادة النقيب، يعني أنتم الآن قلتم أنكم لن ترحموهم يعني في حال لم يقوموا بالانشقاق. بإذن الله لن نرحم أي إنسان أو أي عنصر سواء كان في هذا النظام بعد النصر بإذن الله. معه فرصة حتى قبل إسقاط النظام. عند إسقاط النظام أي إنسان وأي عنصر في نظام الأسد سيحاسب لأنه بقي مع هذا النظام، وهو سواء كان بيده أو بقلبه مع هذا النظام فهو مسؤول عن جرائم ترتكب على الأرض التي يقودها نظام الأسد. سؤالي ما قبل الأخير لك، ما هي رسالتكم إلى العرب والمسلمين والمجتمع الدولي ككل؟ نقول لإخوتنا العرب والمسلمون أولا بأنهم إلى الآن نحن نأمل منهم الأكثر من ذلك وخذلونا
ولكن وعدونا بإرسال السلاح تسليح جيش حر وخصوصا المملكة العربية السعودية، وعدونا وطالبوا تسليح الجيش الحر، لكن إلى الآن لم يصلنا بصراحة أي شيء من الجيش الحر، ولا لا عتاد متطور ولا حتى نستطيع. لو أننا امتلكنا العتاد الحديث المتطور المتواجه فيه دبابات الجيش الأسدي لكنا حسمنا المعركة منذ زمن طويل. إذا أنتم تقولون أنكم تريدون دعم على مستوى دول، وأن الآن يعني لو قامت بعض الدول التي وعدتكم بالسلاح كالمملكة العربية السعودية وقطر هي وعدتكم بالتسليح، في حال تم ذلك تستطيعون إسقاط هذا النظام؟ بإذن الله نستطيع إسقاط النظام بأقصر وقت ممكن، وحتى لو فترة تجاوز الشهر. لو أننا امتلكنا السلاح الذي يواجه الدبابات والعتاد المطور لجيش الأسد، ومع ذلك نحن نواجه بالأسلحة التي لدينا وبالإمكانيات المتاحة بعواد النسل والقذائف الأربجية، ومع ذلك نستطيع منعهم التقدم في أكثر من معركة سابقة. رسالتكم إلى المجتمع الدولي؟ نقول للمجتمع الدولي الآن بعثة مراقبين وصلت إلى سوريا، نطالبهم بما يروه على أرض الواقع بإنصاف الشعب السوري ومحاسبة هذا النظام والإسراع في توجيه ضربة عسكرية مباشرة لمقرات قيادة هذا الجيش الظالم، والتدخل السريع العسكري لإنقاذ الجيش السوري، إنقاذ الشعب السوري من الظلم والجرائم ارتكبها نظام الأسد المجرم. تماما. سؤالي الأخير لك لو سمحت لي سيادة النقيب، يعني سمعنا أن لكم صفحة على الفيسبوك أو صفحة داعمة لكم تجمع الأموال أو غير ذلك، هل هذه صفحة حقيقة أنت مشرف عليها أو تمثلك هذه الصفحة؟ للعلم هذه الصفحة لا تمثلني ولا علم لي بها، وأنا ليس لي أي اشتراك على أي حساب أو صفحات يعني متواجد على الميدان، وليس لي وقت لهذه الأمور. تماما. جزاكم الله خير سيادة النقيب أبو عمر.